مبروك البطولة، مبروك التنظيم الحلو. الله يبارك فيك ونبارك لمنتخب النشميات هذا الفوز. شو انطباعكم عن البطولة بشكل عام والتنظيم والفوز وشو القادم لمنتخب السيدات؟ بداية بنبارك لاتحاد غرب آسيا بتنظيم هاي البطولة واستمرار بنشاطاته النسوية خلال الموسم لكافة الفئات العمرية، وهذا شيء ضروري وأساسي لتطوير الكرة النسوية بالمنطقة. بنبارك لمنتخب النشويات فوزه بهاي البطولة يلي تعتبر مع خطة إعدادية للتصفيات القادمة، وشاهدنا فعلا أداء مميز من كافة الفرق المشاركة، تحسن ملحوظ بأداء كافة المنتخبات لبنان سوريا وفلسطين، وهذا إشي أساسي عشان لتطوير اللعبة بالمنطقة، وإن شاء الله لسه القادم أحسن. أوكي صورونا صورة بليز ميساء دقيقة. يلا يلا يا ولا. الحمد لله يعني قدرنا نتوفى بهاي البطولة ونحافظ على اللقب للمرة الخامسة. من أول ما دخلنا البطولة كان طموحنا باللقب والحمد لله قدرنا نحافظ عليه. هداف يعني اجتهد صراحة، اجتهدنا والفريق وكله ساعد يعني، وقدرت أسجل 6 أهداف في هالبطولة وأحافظ على هداف غرب آسيا. شو ممكن القادم؟ طموحنا القادم انه نتطور مع الفريق بشكل عام، يعني نوصل لليفل اعلى مع الفريق مع المنتخب. ألف شكر. مثل ما قلت وبرجع بقول طبعا هذا مش مجهود شخصي بس، هذا مجهود فريق بكامله. بس الحمد لله مثل ما اشتغلت حصدت اليوم. وطبعا مثل ما كمان قلت انه المستوى كان كتير قريب بهالبطولات، يعني هذا بنستنتج منه انه الكرة النسائية العرب عم تتحسن وان شاء الله بتضلها مكملة هيك. لعبة منتخب سوريا لانا ابراهيم. اهلا وسهلا فيك. كيف مشاركتكم بالبطولة؟ الحمد لله بداية جيدة كانت بعد انقطاع كتير كبير بسبب الحرب اللي كان موجود عندنا بالبلد. الحمد لله كانت مشاركة منيحة واستفدنا منها كتير. كيف التنظيم شفتوا بالبطولة؟ جيد كتير وكتير كان شيء ممتع. يزان خوندة منتخب سوريا للسيدات، مركزي باك يسار. عمليا البطولة كانت كتير حلوة ومنظمة، استفدنا الخبرة والاحتكاك والتطور نوعا ما بعد انقطاع طبعا لمنتخبنا السوري من فترة كبيرة، وقدرنا نحقق مركز ثالث الحمد لله. Yes, over there about the tournament, I think from the beginning we expected to have more countries would be good because then it's more competitive. Of course, Palestine and Syria, they have still young players. They need to develop themselves. But I really like Lebanon. Lebanon has a really strong team. Against us, they show that they have a good future because they have also young and good players. So I was really happy that we won against them because Lebanon is really a good team. And today, the last game, we had to make sure that we win the game and to give the supporters a good feeling, good football, and that's what we tried. And at the end, we win, and we win the trophy. It stays here in Amman, in Jordan, and it's our 5th, so it's really important. رنيمة بلطيب حارسة المنتخب السوري. أول شيء بنقول الحمد لله على كل شيء، ومجرد مشاركتنا بهاي البطولة هي يعني شيء منيح لقدام، ونحن يعني فريق خاصة بعد انقطاع طويل فاستفدنا الاحتكاك من هاي البطولة، وإن شاء الله بنتوفق بالجايات بالمشاركات القادمة بيكون أداء أحسن. صح ما حققنا يعني النتيجة اللي بيطمح لأي فريق، بس الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله موفقين بالجايات، وبالأكيد مبروك لمنتخب لبنان الفوز، وإن شاء الله